أسعد الله أوقاتكم. اليوم حسوي لكم إدامة القشطة. طبعا الأساس في الإدام هذا هو المرق. إذا زبطت المرق زبط معاك الإدام. حطيت طبعا أبازير الصحيحة اللي هي البهارات الصحيحة، وحطيت بهارات مشكلة وكلها مع بعض وأقلبها وأغطيها طبعا على نار هادئة مدة 10 دقائق. وبعد كذا أحط الموية، لازم تكون 10 دقائق أو ربع ساعة عشان تاخذ النكهة والطعم. بعد كذا أضيف الموية. بعد ما أضيف الموية أقفل على القدر ولين ما تستوي معايا الدجاجة. جبت صينية وضعت زيت، ووضعت بطاطس قطعتها مربعات أو مكعبات، وقلبها لين ما تشقر معايا. طبعا من فترة لفترة لازم إني أقلب البطاطس تشقر معايا على خفيف. وبعد ما تشقر أضيف البصل وأضيف الثوم. البصل لما أضيفه خليه كمان يشقر معايا، وبعدين أضيف ملعقة من الثوم وأقلب. وطبعا أحط قطعة صغيرة من الماجي، ما أكثر ماجي وملح لأن نفس المرق فيه ماجي وملح. بعد ما قلبت المكونات كلها كده مع بعض وأضفت الثوم، أضيف كمان شوية من البهارات لا تكثر، شوية كمون، وحطيت بهارات مشكلة اللي هي البهارات السبعة. وبعدين أضيف من المرق اللي سويته اللي هو مرق الدجاج. ينفع معكم مرق لحم بس أنا أسوي بالدجاج، الأكلة هذه أنا بسويها بالدجاج. طبعا حطيت شوية من المرق، ما أكثر عشان ما تطلع معايا الطبخة مرة يعني سايحة. بعدين طلعت الدجاج فتفته زي كذا وأحطه على البطاطس، ولو حسيت إنه المرق شيء بسيط أزود كمان من المرق. أقلب المكونات كلها مع بعض تقريبا 3 دقائق لأنه البطاطس أساسا مستوية معايا من أول. بعدين أحط قشطة، أنا حطيت هنا 1.5 من القشطة، وأقلب على خفيف. وبعد كذا آخر شيء وهو المكون الأساسي، لازم أحط طماطم وأحط فلفل رومي، بيعطي طعم مرة لذيذ مع الأكلة هذه. أغطي لمدة 5 دقائق بس وأطفي النار، وكذا خلصت معي الطبخة. أغرف من المرق وأغرف نفس الأكلة، وبالعافية علينا وعليكم.